والله العظيم فريق الترجي التونسي فريق محترم. اوعى تفكر اللي الترجي طلع. الترجي التونسي من ابوسي في الاهلاوي في النهائي. بحيي فريق الترجي التونسي على الاداء والروح المحترمه اللي لعب بيها ماتش الوداد. وفي تونس هيبقى في كلام تاني، والترجي في النهائي من ابو يوسف الاهلاوي، وان شاء الله مع الاهلي المصري ان شاء الله وجها لوجه، وبامر الله البطوله اهلاويه بعد اذن حبايبي بتوع تونس كلهم على دماغي، بس كل واحد بيتمنى الفوز لفريقه. هنتكلم عن النادي الاهلي بقى. كرة يا جماعه النهارده بعد الماتش قعد مع مروان عطيه وديانج، مروان عطيه وديانج على التأثير الاتنين دول النهارده يا جماعه في نص الملعب. مروان عطيه مش عشان الخطأ اللي جه منه الجون، وديانج اللي ما زادش ولا كوره وضغط ديانج ما بيضغطش في الماتش ده ولا ضغطه. وصلح، ولازم تقعد مع هاني. محمد هاني يا جماعه مرهق. وبحيي اكرم توفيق، بحيي اكرم توفيق، وربنا يكملها عليك بالشفاء، ربنا يسترها معاك يا رب. ماتش العوده يا جماعه خلاص، ده احنا اعتبر خلاص الاثنين والثلاث يا جماعه، ما فيهاش هزار. صدقوني يا لعيبه الاهلي ما فيهاش هزار، وان شاء الله كسبانين، ان شاء الله كسبانين. بس احنا عايزين نعدل من التشكيل شويه، عايزين نلعب بهجوم شويه جامد شويه. ما ينفعش صلاح محسن في فرقه الاهلي، ما ينفعش طاهر محمد طاهر في فرقه الاهلي يا كرر، بعد احترامنا وحبنا ليك يا جماعه. لازم ياسر ابراهيم يرجع، لازم ياسر ابراهيم يرجع جنب رامي ربيع، جنب عبد المنعم. لازم. كل الكرات العاليه النهارده مش بتاعتنا، ما خدناش ولا كره عاليه، ولا زدنا عملنا اي خطوره بالكره العاليه خالص. الجناحين يا جماعه ما عملوش ولا عرضيه النهارده. فوقوا، فوق لعيبه الاهلي. عايز استاد القاهره يتملى بالجمهور، الجمهور المحترم اللي خلص التذاكر. واتمنى ان الامن بكره يزود التذاكر ويزود عدد المدرجات، ونفتح الملعب كله لجمهور الاهلي. هيتملى جمهور الاهلي لو الامن بتاعنا المحترم وافق، يمين الله هيملى الملعب وانتوا عارفين. ولو 30,000 راحوا يمين الله هتبقى ليله، هتبقى ليله ان شاء الله. وحقنا هيرجع من الفرقه دي يا جماعه. النادي الاهلي والله العظيم يا جماعه فرقه سان داونز ديت فرقه ضعيفه يا جماعه. ده ما تضيعوش كوره. النادي الاهلي ما كانش عليه خطوره على الجون جامده. ده الكوره اللي متشاطه دي يا جماعه وخطا من مروان عطيه في الباص، كان المفروض اداها لمحمد هاني او بيرسي تاو، عايز اديها لديانج. لا، انت عندك اتنين اهو على الجنب، باص الواحد منهم. رغم ده كله يا مروان ان شاء الله بدون مقاطعه عايزك تلعب برجوله، وان شاء الله عوده امام عاشور، ان شاء الله عوده امام عاشور. لو انت بقى تقول كهربا مش جاهز وكنت عايز تلعب براس لعب بيرسي تاو براس حربه، ونزل الشحات، نزل الشحات في مكان الهاف الشمال، وبيرسي تاو يمين، قصدي رضا سليم، وقعد كهربا لو انت مش عايز تلعبه او مصاب ولا اي حاجه. موديس ايه اللي ينزل؟ وطاهر محمد طاهر ايه اللي ينزل؟ بنلعب اتنين ناقصين اخر 20 دقيقه، والله الاتنين كانوا ناقصين، طاهر وموديس. وتجربه فاشله، انت بتلعب طاهر عشان يغطي على موديس زي ما حصل ماتش الاسماعيلي في الشوط الثاني. يا كرر من ابو يوسف الاهلاوي اهو، بعد احترامنا لك ارجع لعهدك، ارجع لعهدك. اللعيبه كلها مش زي بعضها، لعيبه الاهلي في فروقات فيهم. لعب الجاهز، لعب الجاهز اللي رجله في الملعب ونخلص. لازم حسين الشحات يبدا، ورضا سليم يبدا، وبيرسي ده يبدا. ولو مش هتلعب كهربا لعب بيرسي ده وراس حربه، والعب بديانج ومروان وقفشه ماشي، مش اشكال عندنا. تلعب بقى اكرم باك يمين، تلعب هاني معلول في الباك الشمال وخلاص، ما فيهاش هزار. كل جمهور الاهلي المحترم، عشان خاطر الجمهور اللي بيروح الماتش ده، عشان الشباب المحترم اللي بيروحوا الماتشات وبيصرفوا وبيطلعوا، بقول لك ايه بس بيتبهدلوا عشان يروحوا الماتش. يا لعيبه الاهلي عشان جمهورك، وان شاء الله نصعد للنهائي، ان شاء الله بدون مقاطعه هنصعد يا رب. كل واحد بيشوف ابو يوسف الاهلاوي يدي اللايك عشان صوتنا يوصل للناس دي. مش هيوصل ومصمم مهما هقول ومهما هقول لكم اخبار ولا مهما اتكلم في اي حاجه، والله العظيم صوتنا مش هيوصل بربنا وبيكم مهما عملت. اتمنى من كل حبايبي يدوا اللايك والشير، واي حد
لاول مره بيشوفنا يشترك في القناه، عشان نبقى صوته بامر الله في الحق، وصوت النادي الاهلي وظهره. سلام عليكم.